في يوم من الايام كان في اب قاعد في غرفة الانتظار ومستني مراته اللي بتولد. كان قاعد قلقان ومش على بعضه وخايف لا يحصل لها حاجة. بس فجأة باب العمليات بيتفتح، الممرضة بتطلع من الأوضة باين عليها زعلانة جدا. الاب وقتها فاهم ان في حاجة غلط حصلت، نزل على ركبته قاعد يعيط. بس الممرضة بتقوله بتعيط ليه يا عم؟ ده ابنك ما ماتش لسه، ابنك هبلنا جوه. الاب بيتصدم من اللي هي بتقوله، بيبص كده قدامه بيلاقي ابنه اللي لسه مولود خارج من اوضه العمليات على رجليه. بيروح له بيقف قدامه، الاب بعدها بيبص له كده وهوب بيغمى عليه، ما بيكونش فاهم اي حاجه. بعد شويه بقى الطفل بيروح على البيت، بيكون عنده قوه خارقه، كان فاهم كل حاجه بتحصل حواليه وزهقان من تصرفات ابوه وامه اللي مصدعينه. العيله بتفضل تدور على اسم ليه وبيختاروا له وانج. وانج بقى ما كانش طايقهم في الوقت ده وزهقان من اللي هم بيعملوه، بالرغم من انه كان لسه مولود كان فاهم كل كلامهم. وفي يوم ابوه وامه مش هناك، بيجرب قوته وبيتحكم في كل حاجه حواليه. امه بسرعه بتفتح الباب، فابوه بيرجع يمثل انه عيل صغير تاني. بتمر بعدها السنين ووانج بيكبر وبقى عنده 6 سنين. كان مره رايح علشان يشتري اندومي وياكله علشان ديت الوجبه المفضله بتاعته. كانت المدينه بقى هاديه في الوقت ده ورايقه والدنيا تمام التمام. بس فجاه ضفدع عملاق هجم على المدينه، كسر كل اللي فيها. مجموعه من السحرة اللي بيحموا المدينه بيهجموا عليه، بس الضفدع ده كان جامد، خلص على كل اللي قابله، ما عادش فاضل فيهم غير شويه. والاقوى فيهم هو جوي. كان في الوقت ده بيلف حوالين الضفدع وبيدور على اي فرصه علشان يقتله. بس فجاه بيشوف وانج وهو ماشي في الشارع، كان عمال بيفتح كيس الاندومي بتاعه ولا في دماغه الضفدع ده ولا اي حاجه. جو بعدها ولما بيشوفه بيفادي كل هجمات الوحش بسرعه، بيجري عليه علشان يحميه. بس الضفدع بياخد باله، بيهجم عليهم بسرعه. جو بقى بيروح للطفل بسرعه وبيقول له اهرب، ارجع لبيتكم وما تقلقش انا هحميك. وانج بقى كان واقف ومش فاهم حاجه وزعلان على كيس الاندومي بتاعه. الضفدع بقى هو كمان ما سابهمش وراح على المكان ده علشان يقتلهم. كان قرب منه وخلاص هيضربه بوم عند امك يالا. الضفدع عطاله ضربه واحده بس كسرت دماغه، اترمى في الارض خسران. والوحش بعدها هو كمان كان بيجمع قوته وخلاص هيقتله. تخيل بقى انه هيقتله والاسطوره وانج موجوده يا صديقي. لا والله، هوب الرجل اللولبيه كسرت عظمه. ايوه هات الاندومي بقى علشان ناكله. جو طبعا اتصدم بعد ما شاف اللي حصل، وام وانج وابوهم كمان اتصدموا لانهم شافوا كل اللي حصل ده. ايوه كده عرفوا اخيرا قوه ابنهم. وبعدها الاب والام بقى عندهم مهمه جديده، وهي انهم لازم يخفوا طاقه ابنهم عن الانظار علشان ما حدش يستغله. وانج اصلا كان عارف كل حاجه، بس قرروا انه يسمع كلامهم علشان البر بالوالدين بقى وكده. وبعد مرور 10 سنوات وانج بيكبر، بيروح اخيرا على المدرسه. مدرسته اسمها الفصيل 60، وهي واحده من اكبر المدارس في المنطقه. وهو داخل على المدرسه كده بيقابله 2 من الطلاب الاكبر منه، بيقولوا له انت شكلك ضعيف قوي يالا، وعلشان كده احنا لازم نحميك. وانج ما كانش فاهم حاجه، بس قال لهم خلاص شكرا. الاتنين قالوا له بس انت عارف ان حمايه اي حد مكلفه، وعلشان كده لازم تدفع مصاريف حمايتك. وانج اتصدم. شويه من الطلاب هم كمان اتصدموا، هم بيتنمروا عليه علشان ضعيف وغلبان ولا ايه. وفجاه طاقه ناريه بتظهر بتطير الاتنين اللي قدامه. ايوه سون رونج ظهرت، الابنه الاسطوريه لعائله فلاور فونت. بتقول لهم مش عيب عليكم تتنمروا على واحد لسه داخل؟ طول ما انا موجوده هنا مش هسيب الاشكال اللي زيكم تعمل حاجه. وبتنزل بعدها نزلت الورده في كوم الشوك. الكلاب دول بيقوموا لسه هيضربوها، بيعرفوا هي مين فبيسيبوها وبيطلعوا يجروا. البنت بعدها بقى بتتقدم على وانج بكل رقه وبتقول له ما تقلقش، مهما حصل هكون جنبك، انا مش هسيب حد يتنمر عليك تاني. بتمد ايديها علشان تسلم عليه، فراح وانج مطلع 10 جنيه وسايبها في ايديها، وبعدها ساب البنت ومشى. البنت بعدها بتتصدم من جبهتها اللي طارت، والكل كان واقف مصدوم ومحدش كان فاهم هو عمل كده ليه. بعدها كل الطلاب بتتجمع قدام الشاشه ديت علشان نظام الاختبار لدخول الفصول. اللي بيشرح لهم الاختبار ده هو جو، واللي بقى مدير المدرسه ديت بعد حادثه الضفدع. بيقول لهم كل واحد فيكم هيجيب درجه، هيروح على الفصل اللي يناسب درجته. كل اللي عليكم تدخلوا جوه وتعدوا الاختبار ده، والمدرس صبحي هيقيمكم جوه. الطلاب كلهم قالوا له تمام، والطالب الاول بيدخل فعلا على المكان. مش عارف العجوز ده طالب ازاي يا صديقي، بس ما علينا يعني. المهم الراجل بيوصل على مكان ميه ومظلم ومش فاهم ايه اللي قدامه. فجاه النور بيقيد، الراجل بيتصدم وبيرجع لورا، بيقع. ايوه اختباركم هيكون على بقايا روح الضفدع العملاق واللي محبوس باختام كبيره تحت المدرسه. كل اللي عليكم تضربوه بطاقتكم، وصبحي هيتولى التقييم عليكم. العجوز بيضرب بالبوكس وهوبا ارجع يلا، جاب 404 وراح على الفصل العادي. الكل بعدها بيدخل بعده وبيجيبوا ارقام عاديه لحد لما البطل شين بيوصل وبيقول له اتفرج عليا. بيضرب ضربه بكل قوته، بيجيب 938 وبكده يقدر يدخل على فصل النخبه. ناس كتيره دخلت بعده والدنيا تمام. اخيرا بيجي دور الاسطوره البطله سون، بتدخل على الحلبه وسط تشجيع كل الطلبه، بتجمع قوتها في ايديها وبوم عطت للضفدع ضربه حركته من مكانه، جابت 2019. وصبحي والطلاب كلهم كانوا مصدومين من قوتها. بتدخل هي كمان على فصل النخبه، وكده ما عادش غير وانج بس اللي ما
ضربش بقوته، والطلاب كلهم في الوقت ده كانوا بيستهزئوا بيه علشان شكله ضعيف، بس هو ما بيديش لكلامهم اهميه وبيدخل على الحلبه. في الوقت ده بقى كان الضفدع مختوم تحت المدرسه وبيخطط علشان يهرب، فكل لما طالب بيضربه هو بيخزن الطاقه الروحيه بتاعتهم وبيجمعها علشان يفك الختم اللي عليه. كان خلاص قرب يفك الختم ويهرب ومستني الاخير علشان يمتص طاقته. في الوقت ده وانج بيدخل، الضفدع بيتعرف عليه، ايوه ده نفس الواد اللي ضربني قبل كده، كان مرعوب منه جدا وعاوز يهرب، بس على فين يا حبيبي؟ وانج بيجري عليه وبيجمع قوته في ايده، بوم مكسر المكان بالكامل. الوحش كان واقع مهزوم والعداد حتى ما قدرش يقيس طاقته. الطلاب كلهم كانوا مصدومين ومفكرين ان النظام باظ. صبحي بقى كان راح على الضفدع ده ولقاه بيمثل انه مات، وانج بيعرف انه فصل روحه وهرب ومحدش عارف هو راح فين. صبحي بعدها هو كمان بيحكم ان وانج هيروح على فصل النخبه، والواد بيتصدم. بعدها بقى في الفصل كانت عليهم المدرسه دي وبتعلمهم ازاي يستحضروا الارواح، بتخرج لهم روح سمكه كده وبتقول لهم كل واحد فيكم يقدر يخرج روح على حسب قوته. الكل في الوقت ده بيسمعها ومركزين في الدرس علشان هيطبقوا كمان شويه. الدنيا تمام التمام. بعد ما المدرسه بتخلص الشرح بتقول لهم ها مين عاوز يجرب؟ شين اللهبل بيقوم وبيفضل يعمل زي المدرسه، وفي الاخر بيستدعي العصايه دي. الكل بيضحك عليه وبيستهزأ وبيعملوا هم كمان زيه. سون بقى على عكس الكل كانت استدعت هيكل عظم الكلب، والكل مصدوم منها ومن الطاقه الروحيه بتاعتها. وانج بقى كان قاعد ومش عاوز يجرب وزهقان منهم، عاوز يروح البيت وياكل اندومي باي طريقه. المدرسه بقى بتشوفه وبتجبره يستحضر حاجه. الواد قال لها تمام، بيستخدم اقل قوه عنده وبوم بيستحضر الضفدع العملاق. الطلاب كلهم بيخافوا بيطلعوا يجروا من الفصل بسرعه. المدرسه بقى بتستخدم الهيكل بتاع سون وبتحدفه على الضفدع ده، الاتنين بيندمجوا سوا، الضفدع بيتحول لكلب حقيقي. الكل بعدها بيفرح بالكلب ده وبيحبوه جدا. وانج بقى بيستغل الفرصه وبيخلع من المكان بالكامل وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيكون موعد الانتخابات لرئيس الفصل، وعلشان كده كل شويه طلاب بيحاولوا يجمعوا اي حد معاهم علشان يضمنوا انهم هينجحوا في الانتخابات. سون بقى كانت عاوزه تشغل دماغها علشان تخليهم ينتخبوها بالعافيه. في الاول اشترت كل البضاعه الموجوده في البقاله بتاعه المدرسه، وبعدها قالت لهم كل حاجه النهارده ببلاش. شويه من العيال اتعصبوا منها وقالوا لها انت علشان عيلتك غنيه هتخلينا ناخد ببلاش وننتخبك؟ انا مستحيل اعمل كده. البنت قالت لهم براحتكم، اللي عاوز ياخد حاجه ويصوت لي يتفضل، واللي مش عاوز ينتخبني برضو عادي، خد بس اللي انت عاوزه وامشي، انا مش هجبركم على حاجه. العيال وقتها بتفرح ولكن لسه قلقانين برضو. وقتها وانج بيقول لها انا هاخد 5 اندومي واصوت لك 5 مرات. البنت قالت له تمام واخدهم فعلا. الطلاب كلها بعد ما شافوه عملوا زيه وخلصوا اخدوا كل اللي هم عاوزينه، وده اللي سون كانت عاوزاه. فبعد ما بياخدوا هديه منها هي بتنطق جمله كده بتفعل تعويذه الاغواء، واي حد طاقته اقل من طاقتها خلاص بقى معجب ليها وهينتخبها بالعافيه. يا بنت اللعيبه ده ايه الدماغ ديت؟ طبعا البنت كانت فرحانه جدا ومش مصدقه نفسها وبتقول كل ده بسبب وانج، انا لازم اشكره. بتلاقي بعدها الحارس بتاعها ده بيقول لها وساب لك الحبايه ديت كهديه على حسن نيته، وساب المكان ومشى. بس ايه الحبايه ديت وهو ليه سابها؟ دي عباره عن حاجه كده امه عملتها له، بتستخدمها علشان تقلل من قوته وما تظهرش قدام الناس. ليها طعم حلو طبعا بس بتقلل الطاقه الروحيه لاي شخص لاقصى درجه. وانج طبعا كان عاطيها لسون علشان يشكرها حق ما اخد الاندومي بتاعها وما يكونش اخد منها حاجه ببلاش، وما كانش في دماغه اي حاجه. المهم دخلوا على الفصل والكل كان على راسه علامه الاغواء لسون الا وانج ما كانش على راسه اي حاجه. البنت بقى كانت مستغربه علشان ما فيش حاجه على راسه وبتقول هو ازاي عمل كده. في الوقت ده بقى المعلم بيدخل بيبدا يشرح لهم مهاره الاغواء. ايوه هي ديت نفس المهاره اللي سون عملتها واتحكمت في الطلاب. المدرس بقى قال لهم منذ قديم الزمان كان في حاكم كبير جدا كان ليه ملك كبير جدا وعاوز يعين حد عليه، بس الراجل ده كان دايما عنده عقده الخيانه وحاسس انه لو عين اي حد هيخونه، فعلشان كده بيتوصل لحل وبيقدر يبتكر تعويذه الاغواء ديت. فبعد ما بيجمع المستشارين بتوعه بيدوا لهم هديه، بعدها بيطبق التعويذه عليهم. التعويذه بتنجح ومحدش بيخونه بعدها، بس علشان التعويذه ديت تنجح بالكامل لازم يكون الشخص التاني ما ادالكش هديه هو كمان او طاقه روحه اعلى منك، والا التعويذه هتترفض. وانج بقى بيسمع الكلام ده وبيفرح جدا علشان ادى هديه لسون. البنت بقى كانت مستغربه نظراته دي بس حاسه انه معجب بيها. وانج بقى لما شافها قلق وخاف لا تكون ما اخدتش الحبايه، قعد يشاور لها والبنت طلعتها بيقول لها بالاشاره كده الحمد لله انك اخدت. البنت ما فهمتش حاجه وفكرته بيقول لها كليها، هوب اكلتها. الحبايه مفعولها بيشتغل، طاقتها الروحيه بتقل وفجاه كل التاثيرات اللي على الطلاب بتختفي، وده لان طاقه سون قلت جدا. صبحي بقى كان واخد باله من اللي وانج عمله وفرحان جدا بيه. بعدها المدرس بينده لسون وبيقول لها انت اشطر واحده هنا، تعالي يلا وقولي التعويذه. لسه البنت رايحه علشان تقولها وفجاه بتدوس على علبه كنز وكانت خلاص هتقع، ووانج بسرعه بيلحقها وبيقول لها خدي بالك. المعلم بعدها بيقول له طالما هي مش قادره تقف فقول انت بدلها يا عم. الواد بيقول التعويذه فعلا، طاقته بتجتاح المكان
المكان بالكامل. بعدها المدرس بيعجب بيه اكتر وبيختار رئيس الفصل بنفسه وبيرشح شين بدلها. اليوم بيخلص والكل فرحان، بس سون مش فاهمه هو ايه اللي حصل. بعدها صبحي بقى بيرن على جو وبيقول له زي ما انت متوقع بالظبط، وانج ده شكله جامد وهو اللي الغى التعويذه بتاعت سون ونجح في اتقانها من مره واحده. جو بيقول له ما لازم، ده هو المعلم بتاعي. وبعدها بتنتهي المكالمه. المهم بقى لحد هنا بيخلص الجزء بتاعنا. وبعد فترة في المدرسة كان جه ميعاد صنع الحبوب السحرية، وفي اليوم ده الطلاب كلهم بيجيبوا معداتهم وبيستعدوا علشان اللي هيعملوه. شين بقى كان جايب الفرن بتاع عيلتهم وعاوز يتفشخر بيه قدام سون. وعلى سيرة البنت فهي وصلت اهيت، نزلت من العربية بتاعتها، شافت وانج قدامها، البنت دايبة فيهم مش قادرة تبص على غيره. وانج بقى بيبص لها كده وبيفهم هو ده بسبب تعويذة الإغواء بتاعتي. طيب تمام، قرب منها، حط ايده على راسها، شال التعويذة. الكل كان بيتفرج واللي هو يا بختك يا ابن المحظوظة. وانج طبعا ما كانش في دماغه. بعدها بيسيب البنت وبيمشي وقال لها كده انت تمام. وسون بعد ما وانج مشى وقعت على الارض، وشها كان احمر جدا وشكل الحب ولع الدنيا معاها يا صديقي. المهم بعدها بيدخلوا اخيرا على الفصل وبيستعدوا لصنع الحبوب. المدرسه ديت بتعلمهم الطريقه، ويا ريتها ما علمتهم حاجه يا صديقي، تحسها بتشرح لهم غصب عنها. المهم الكل بدأ في شغله والدنيا تمام التمام. شين كان مفكرها مسابقه نار وكان عمال يتهبل وخلاص. سون بقى وعلى عكس الكل كانت رقيقه جدا وجايبه معاها معدات من الدرجه الاولى علشان تساعدها. اما وانج فكان جايب فرن حراري وبيستخدمه ده على اساس انه ينفع في حاجه يعني. ما علينا. المهم وسط كل التلاميذ دول كان في واحد فيهم اسمه غو، جايب حاجه اسطوريه، ايوه اداه نادره متخصصه في صناعه الحبوب دي. والمدرسه والكل بيتصدموا منها، وحتى الكلب ده بيحط عينه عليها يا صديقي. المهم بعد شويه شين الفرن بتاعه بيفرقع، الواد بيتصدم، ده ابويا هيموتني، الفرن ده ارث عيلتي اللي اتحايلت على ابويا علشان اخده. المدرسه بعدها بتهزقه والواد بيسيبهم وبيطلع يجري زعلان من اللي حصل له. بعدها الكل بيجهز حبوبه والدنيا تمام التمام. بعدين بقى العيال بتسيب الاجهزه شغاله لمده 6 ساعات لحد لما الحبوب تجهز، وبعدين بيمشوا. بعد ما بيمشوا الكلب ده بيروح علشان ياكل الاداه الاسطوريه ديت علشان تزود له طاقته. ولكن وانج كان فاهم ألاعيبه، راح وراه. الكلب كان لسه واكلها، واول لما شاف وانج طلع يجري، الواد بيجري وراه بيقزح من الشباك. الكلب بقى كان مفكر نفسه ضحك عليه وراجع علشان يهرب منه ويروح حته تانيه. بس على فين يا حبيبي؟ الواد قفشه وكسر دماغه، اخد الاداه منه، دخل الحمام ده وغسلها. لسه خارج لقى غو قدامه، شافه، هو انت واخد الاداه بتاعتي بتعمل بيها ايه؟ وان قال له يا عم استهدى بالله، انا كنت بلحقها لك، تلحقها لي برضه يا حرام انت، هات البتاعه ديت وارفع ايدك يلا واجهز علشان اجلدك. وانج مش فاهم حاجه، بيحاول يهدي الموضوع. في نفس الوقت ده كان شين لسه بيجري في الملعب، جرى اكتر من 20 لفه وحرفيا ما عادش قادر. كان في الوقت ده بيفتكر ابوه لما قال له انا هديلك ارث العيله بتاعتنا، بس اهم حاجه تحافظ عليها. بيفتكر بعدها انه كسرها، بيزعل وبيتعصب، خلاص ما عادش قادر يعمل حاجه. بيقول كده سون هتكرهني، ايوه وانج هياخد كل حاجه مني، انا مش هسامحه، كله بسببه. بيجمع قوته وبيروح عليه علشان يضربه. في نفس الوقت ده كان غو ضرب بالمسدس بتاعه، وانج بيتفادى الهجوم من هنا وبوم خبط في التاني من هنا. هو انت ايه اللي جابك يا ابني؟ واللي صاب شين ده سون قاتل يا صديقي، ولو الواد ما تلحقش بسرعه هيموت. وانج بقى قال في باله الاصابه مش خطيره واعرف اعالجها بسرعه، بس غو قال له انا عارف انك مش هتفهم حاجه، هات لي المكونات ديت وساعدني بسرعه. وانج حاول يفهمه انه يعرف يعالجه، بس غو مش مديله فرصه. فوانج اخر لما زهق قال له تمام وسمع كلامه، راح وحاول يجيب له المستلزمات اللي هو قال له عليها، وهو كان بيجهز كل حاجه علشان يعمل له العلاج. المدرسه بايه كمان كانت هتوصل هنا خلال ساعتين، واستحاله يلحقوا يصنعوا العلاج في خلال ساعتين بس. الكلب ده بقى بيستغل انشغالهم وبيروح علشان ياكل البتاع تاني. غو بيشوفه وبيضربه، والكلب بعدها بيطلع طاقه عاليه بتضرب البتاعه دي، ونتيجه لكده لون الاداه بيتغير. ايوه كده هي دخلت في المرحله الثانيه، وده بسبب الضربه اللي الكلب عملها. ساعتها بقى غو بتجيله فكره، وهنج بيساعدوا عليها، بيمسكوا الكلب وبيفضلوا يضربوه وبيخلوه يسخن الاداه علشان العلاج يخلص بسرعه. بعد ما العلاج بيجهز بيجربوه على الكلب الاول وبيشوفوا انه تمام. بعدها المدرسه كانت قربت توصل، وغو طلع يلاقيها على ما وانج يعمل اي حاجه. دخلت فعلا، راحت على اداه غو. الواد كان عارف ان الحبايه بتاعته زمانها باظت، هو كده خلاص خسران وش، كان زعلان ومش عاوزها تفتحها. بس فجاه لقت حبايه ذهبيه جوه، الجوده بتاعتها كانت عاليه، والواد نجح في الماده بامتياز. بعدها غو فهم كل حاجه، قال يبقى ده معناه ان وانج شال حبايته واداها لي علشان انجح، انت هتكون صديق العمر يا وانج. بعدها المدرسه راحت على وانج ولقت الحبايه بتاعته محروقه وما نجحتوش في الاختبار. اما شين فكان قاعد في الفرن بتاع عيلته مخبيينه هناك، وبيتضح بقى ان وانج بعد ما اخذ الاداه بتاعت غو ما طلعش منها الحبايه ولا حاجه، بالعكس هو ساب كل حاجه، ودي اللي صنعها غو بذات نفسه. وطبعا الفرن الحراري مش هيعمل حاجه، فعلشان كده حبايته كانت بايظه. المهم بعد انتهاء اليوم ده العيال بيصلحوا الفرن بتاع شين، والواد بيعرف بيفرح جدا، والثلاثه دول بيكونوا اعز صحاب. ومن هنا هتبدا
وتبدا المغامرات بتاعهم يا صديقي. فجهز لي بقى علشان اللي جاي دمار. ثاني يوم بقى بيكون وانج قاعد في الفصل وسون بتشوفه، بيكون باين عليها انها بقت بتحبه جدا، بتقرب منه وبتطلب منه يوعدها. وانج ما كانش فاهم حاجه، مش عارف يرد عليها علشان اول مره يتحط في موقف زي ده، بس بسبب طريقه سون وانجذابها ليه فالواد مش عارف يعمل اي حاجه. في نفس الاثناء دي كان في 2 من القتله المأجورين قاعدين فوق سطح وبيجهزوا علشان يقتلوا سون. بيتصلوا على المديره بتاعتهم وبيقولوا لها الهدف قدامنا، نعمل ايه؟ المديره بتقول لهم اقتلوها بسرعه. الاتنين بيسمعوا كلامها، بيكونوا خلاص هيضربوها، بس وانج بيلاحظهم. بعدها الاتنين بيخافوا والخطه بتاعتهم بتفشل. في نفس الوقت ده المدرس الصبح بينده على وانج علشان المدير عاوزه، ووانج بيستغل الفرصه بسرعه علشان يهرب من سون وبيقول له ايوه. المدرس بعدها بياخده على غرفه المدير، وسون بتكون برضه لسه ماشيه وراهم، وبيطلع انها فكرت وانج وافق بطلب معادتها ليه لما قال ايوه، وما اخدتش بالها انه كان بيرد على المدرس مش اكتر. المهم ما علينا يعني. الطلاب كلهم بقى في الوقت ده بيعرفوا ان وانج هيواعد سون المشهوره، بيكتبوا بوستات على النت والبلد كلها بتعرف بده، وحتى القاتله المأجوره بتعرف هي كمان، وبتقرر تستغل الفرصه علشان تقتلها. في نفس الوقت ده بقى كان وانج وصل على المدير، قعد معاه جوه. المدير بيتعرف عليه، بيقول له انت الولد اللي هزم الضفدع من 10 سنين صح؟ وانج ما بيردش عليه. المدير كمل كلامه وقال له الناس كلها فكرتني انا اللي مسكته ومحدش عارف الحقيقه، من فضلك خليني التلميذ عندك. وانج بقى بيكون سامع الكلام ومتضايق ومش عاوز يرد عليه، بيفضل مستني جو لغايه لما يخلص كلامه. وبعدها وانج بيفعل تعويذه النسيان بتخلي المدرس ينسى هو كان عاوزه ليه، وبعدها وانج بيسيبه ويمشي. وبعد ما بيرجع على البيت بيفضل يحلم باحلام وحشه، وان سون عاوزه تطلعه معاها موعد بالعافيه، وهو طبعا مش قادر يرفض، بس بيفوق من النوم وبيحمد ربنا انه طلع حلم. بيقوم بقى بعدها وبيغسل سنانه، بيفتح الشباك كده وهوب بيلاقي كل الحراس وسون مستنينه قدام البيت بتاعه. بيقفل الشباك تاني وبينزل تحت علشان يفطر، ولكن بيلاقي سون جابت هديه غاليه لمامته وخلتها تلبسه وتخرجه بالعافيه. وانج بقى في الوقت ده كان نفسه حد يخلصه من الموقف ده، بس ما حدش بيلحقه، وبيفضل مع سون في العربيه. وبعد ما بيخرجوا بيكون القتله واقفين وشايفينهم وهم طالعين، وبيعملوا خطه علشان يقتلوها بسرعه. في الوقت ده بقى كانت سون قاعده مع وانج وباين عليها بتحبه جدا، هو بقى كان قاعد محروق منها ومستني اليوم يخلص باي طريقه. بعدها البنت بتوصله على جزيره بتاعت عيلتها، بتكون ما فيهاش ناس خالص، مفضيينها بس ليهم. بعدها سون بتنزل من العربيه وبتلاقي الحراس حواليها من كل اتجاه، بتقول لهم خليكم بعيد عني النهارده وما تقلقوش من حاجه، وانج هيفضل معايا وهيحميني. في نفس الوقت ده كان القتله قتلوا مجموعه كبيره من الحراس وقربوا من سون علشان يقتلوها. سون بقى هي كمان كانت اخذت وانج على تمثال كده وقاعدين جنبه علشان هو من المعالم الاثريه هنا، بس القتله كانوا وراهم، وواحد فيهم بيزح كده وبيضرب على سون بالمسدس وخلاص هيقتلها. وانج بياخد باله، الحارس ده كمان بياخد باله، بيشوف مسار الطلقه بسرعه وهوب مسكها ببقه، بيحدفها بعدها على القتله بسرعه جدا ومحدش بيلحق يشوف حاجه من سرعته. سون بقى ما خدتش بالها من الطلقه ولا من اي حاجه، وبتكون مفكره ان وانج كان بيبتسم ليها. اما الحارس ده فكان شايف كل اللي حصل ولسه هيتكلم، فوانج استخدم تعويذه النسيان عليه علشان ما يفتكرش اي حاجه. والقتله هما كمان كانت التعويذه اثرت عليهم، وفكروا ان الواد ده طار بسبب ارتداد المسدس، وما كانوش عارفين ان وانج هو اللي عمل فيهم كده. بعدها سون فضلت تلفف وانج في المكان، والقتله بيطاردوهم برضه، كل لما يحاولوا يقتلوها وانج يلحقها وبعدها ينسيهم كل اللي شافوه. بيفضلوا على الحاله ديت لحد اخر اليوم. وفي وقتها سون بتشوف السايه كده وبتقول لوانج انها عاوزه تركبها. الواد ما بيصدق انه يخلص من المجرمين وبيركب معاها علشان يرتاح شويه، بس المجرمين هما كمان بيركبوا وراهم وبيكونوا مصممين انهم يقتلوها. في الوقت ده جو بيشوفهم وبيعرف ان سون في خطر. البنت هي كمان كانت قاعده بتتفرج مع وانج على الالعاب الناريه وباين عليها مندمجه جدا. وانج بقى بيشتت انتباهها اللحظه كده، والمجرمين بيستغلوا الفرصه بيحاصروهم هما الاثنين بالمسدس. سون بقى بتروح تقعد جنب وانج كده وبتحاول تستجوب المجرمين علشان تعرف اللي بعتهم. بتعرف بعدها ان فصيل الظل هو اللي مستقصدها، والبنت بعدها بتخاف جدا على حبيبها، بتقوم وبتقف قصادهم وهي بتعيط، بتقول لهم اقتلوني انا بس اهم حاجه ما تجوش جنبه، هو ملوش اي ذنب في الحوار ده. القتله بيضحكوا عليها ولسه يضربوها، وفجاه وانج عينه بتقلب احمر، بيتعصب جامد، بيضرب واحد من المجرمين وبيطير التاني. سون كانت شايفه المشهد ده ومش مصدقه عينيها. المجرم بقى اللي كان طاير في السماء لقى نار جايه عليه بسرعه جدا وهوبا مسحته من الدنيا. جو بقى بعد ما شاف المشهد ده اتاكد من طاقه وانج تاني وعرف ان ده معلمه ونفس الولد اللي خلص على الضفدع من زمان. سون بقى بعد ما شافت قوه وانج اعجبت بيه جدا. الواد بقى مرضاش يمسح لها ذكرياتها المره دي وطلب منها يكون كل اللي حصل سر ما بينهم. سون طبعا بتفرح جدا وكانت في قمه السعاده.
بعد ما المديره بتعرف بخبر فشل اغتيال سون بتتعصب جامد، بتمسك اللي كان مسؤول عن المهمه ديت وبتقول له احنا فصيل الظل عمرنا ما فشلنا في مهمه اغتيال قبل كده، بس المره دي حصل حاجه مش متوقعه وعلشان كده البنت ديت لازم تموت. بتؤمر بعدها الكل باصدار امر الظل، والامر ده لو خرج فاستحاله حد يطلع منه عايش تاني يوم، وده لان امهر 3 قتله بيكونوا في المهمه ديت. وبعدها تاني يوم سون بتروح على المدرسه، بيكون كده في حشره بتراقبها وبتحدد مكانها وكل حاجه علشان المختالين يعرفوا يتصرفوا. بعدها سون بتشوف وانج كده وبتجري عليه، بتقول له يا عم فينك وفين الحاجات الحلوه بتاعتك كده، انت نسيتني ولا ايه؟ العيال صحاب وانج في الوقت ده كانوا معاه وبيقولوا له واحنا عملنا ايه علشان الحراس كلها محاصريننا كده. وقتها بقى جو بيتدخل وبيقول لهم كل ده بسبب امر الظل. ايوه المغتالين امبارح بسبب فشلهم في قتل سون قرروا انهم يعملوا امر الظل، وعلشان كده لازم نتعاون كلنا علشان نحميها والا مش هتعيش لبكره. الكل طبعا بيترعب وبيقلق على سون جدا، والبنت ذات نفسها كانت خايفه ومرعوبه، بس في الوقت ده جو بيطمنها وبيقول لها ما تخافيش، انا جهزت لكل حاجه ومحدش يقدر يوصل لك هنا. اولا كده انا جبت حراس من اعلى مستوى دخلتهم جوه المدرسه هنا، وفي الممرات الصغيره جبت حراس اعلى منهم ومن الدرجه الاولى. بعدها جو دخلهم جوه المكتب بتاعه وقال لهم هنا بقى امن مكان، حتى لو دبانه فكرت تعدي هتموت في ثواني. العيال بيقولوا له بس في دبانه هات يا عم، وهوبا الدبانه ماتت. ايوه اقوى فريق قناصات محاصر المكان ده من كل اتجاه، انتم عليكم بس تقعدوا هنا واضمن لكم ما حدش هيقدر عليكم. العيال قالوا له تمام والدنيا رايقه، بس هل انت متخيل ان الدنيا بالسهوله ديت يا صديقي؟ لا والله. المجرم الاول كان اجتاز الصف الاول من الحراس بعد ما حفر نفق تحت الارض، هرب منهم وقتل في شويه تانيين منهم، وطبعا ده كله سهل المهمه للشخص اللي بعده. الشخص التاني بقى كان ساحر سموم قوي جدا وقدر يخلص على النخبه من الحراس في ثانيه، قرب من اوضه سون وخلاص هيوصل لها، وفجاه صبحي كان واقف له بالمرصاد. بيبدا القتال ما بينهم، صبحي كان ليه الافضليه، بيكسر اسلحه المجرم ده ومحدش قادر له، لسه كان خلاص هيمسكه، فالواد بيفرع قنبله من السموم وبيجري ناحيه الاوضه. في الاثناء ديت بقى كان وانج خارج لبره ورايح علشان يستلم طرد الاندومي بتاعه. المجرم بقى كان قرب من الاوضه وخلاص هيدخلها، وهوب معلش بس بقى علشان مستعجل صبحي بقى هو كمان قفشه، وبكده اول مجرم سقط على السطح بقى. وفي مكان واضح كان في مجرم بيستخدم سلاح سحري ومهاره الاختفاء عاليه الجوده، كان بيجمع قوته علشان يكسر الحاجز اللي جو عامله ويستغل الفرصه علشان يقتل الهدف بتاعه. في نفس الوقت ده كان وانج رايح على السطح علشان يجيب الاندومي بتاعه، بيشوفه كده وهو معدي من جنبه وبيقول له منور والله. المجرم اتصدم، هو ازاي شايفني؟ اكيد ما بيتكلمش معايا وبيكلم نفسه. بالفعل وانج جاب الاندومي بتاعه ورجع وقف جنبه، قال له على فكره انا كنت بكلمك وضربت صاحبك الاولاني من شويه، التاني بقى الكلب بتاعي يقتله وكده ما عادش غيرك، هتعمل ايه؟ المجرم وقتها بيتعصب جامد وبيجمع كل قوته السحريه، بيقول له هوريلك، بيضربوا بيها بوم، انفجار هائل كسر كل حاجه، كسر المطرقه بتاعته. ايوه وانج خلص عليه من غير ما يعمل اي حاجه، ده ايه الحلاوه ديت؟ الكلب ده هو كمان كان خلص على المجرم اللي تحت وامتص روحه، وكده ال3 مجرمين انتهوا. جو بقى في الوقت ده بيفرح جدا وبيجري على وانج علشان يمدحه، بس الواد بيستخدم قوته عليه وبينسيه كل حاجه تاني، بيقول له بعدها انت اللي هزمت المجرم ده ولحقتني مش اكتر. العيال هما كمان بيطلعوا على السطح علشان يطمنوا على صاحبهم وبيشوفوا المشهد ده. ايوه وانج بيمثل عليهم انه اتصاب، وسون مش مصدقه زعلانه جدا على حبيبها وبتقرر تعالجه باسرع طريقه. وبعد كام يوم بقى كان وانج موجود في اوضته ومتركب له احدث الاجهزه والمعدات اللي بتعالج جسمه، بالرغم من انه سليم وما فيهوش اي حاجه، بس كان حابب المعدات ديت واستغلها في انه يبعد عن الناس ويفضل مرتاح في اوضته ولا في دماغه. الام بعدها بتدخل عليه وبتقول له كفايه كده، هتفضل تمثل لحد امتى؟ لما اصحابك يجوا قول لهم انك هتخرج معاهم بعد يومين علشان ما تقلقهمش اكتر من كده. بالفعل سون وغوشين وصلوا على البيت علشان يزوروا وانج ويطمنوا على حالته. العيال جايبين هدايا حلوه معاهم وورد وحاجه اخر روقان. سون بقى كان باين عليها قلقانه جدا على حبيبها، وعلشان كده حاولت تتقرب من الام بهدايا كتير وقالت لها ما تقلقيش انا هاخد بالي منه وانت مش موجوده. الام وقتها اخدت الهدايا منها وفرحت، وبعدها خرجت علشان تسيبهم وعلى وشها نظرات فرحها على قد الهدايا والا هزعلك. المهم في الوقت ده كان وانج حابب التمثيل ومش عاوز يتحرك لحد لما سون بتقول له انا جبت لك الحقنه دي واللي هتخليك تخف في ثواني، ما تقلقش يعني هتاخدها من هنا وهتبقى فل من هنا. الواد مرعوب منها وبيقول في باله يا رب ارحمني. البنت بقى مش في دماغها حاجه وعاوزه تديها له بسرعه، فلما بتداير وشها وانج بسرعه بيجري وبياخد البتاعه ديت من شين وبيقول لهم انا اصلا بقيت تمام وهاجي معاكم المدرسه من بكره. العيال بتفرح وبتقول له خلاص يا عم مش مشكله، مش لازم تاخد الحقنه. بس في الوقت ده شين بيستخدم قوته وبيخرج بلورا من السحر بتاعه، والحركه ديت هي اختبار بيتعمل في كل المدارس علشان يقيس قوه الطلاب ويفرق ما بينهم وكده. بيجيب 600 ودي درجه مش عاليه ولكنها شغاله شويه. غو بعدها بقى بيقول لهم سيبونا اجرب وبيقيس هو كمان طاقته، بيجيب 65. بيزعل جدا من درجته القليله وبيجري على الشباك علشان ينتحر، ولكن شين بيمنعه وبيقول له يا عم خليك معانا خلينا
خلينا نضحك عليك شويه. فغو بيقول له تمام. في نفس الاثناء دي كان في مدرسه بقى اسمها الفصيل 59، مدرسه متفوقه وموجود فيها كتير من الطلاب النخبه، ولكن امهرهم هو الرئيس بتاعهم تانج. بيقيس الطاقه بتاعته قدام الكل وبيجيب 4379، وبكده هو المصنف الاول في البلاد، وكل المدرسه والفصل بتاعهم بيفرح بانجازاته، بيهتفوا له جدا. الواد طبعا بقى كان في قمه السعاده وفرحان بنفسه قوي. في نفس الوقت ده كانت سون جهزت نفسها هي كمان علشان تقيس الطاقه بتاعتها، بتجمع قوتها وبتجيب 4015، وبكده هي تصنف الثانيه في المدارس ومن اول 10 على المحافظه بتاعتها. الفصيل 59 بيعرف وبيتضايق جدا منها علشان قربت جدا من الزعيم بتاعهم. بعدها الكل بيقول لوانج جه ميعادك علشان تقيس الطاقه بتاعتك يا بطل. الواد ما كانش عاوز يقيسها بحجه التعب وكده، ولكن بعد ما بيشوف الحقنه بيقول لهم خلاص انا معاكم. بيقلل طاقته السحريه على قد ما يقدر، وهوبا طاقه ناريه عدت الارض واجتاحت المكان بالكامل. النظام طبعا ما قدرش يقيس طاقته، والكل طبعا كان مصدوم من الرقم ده. وبعدها وانج بيصنف البطل الاول في المدارس مكتسحا كل من تانج وسون تحته. تانج طبعا بعد ما بيعرف بيتصدم وبيفكر ان في حد هكر السيستم وعمل كده علشان يهينه. بيستنى لحد لما كل الطلاب بتروح، وبعدها بيجيب المساعده بتاعته علشان تخترق النظام وتنزل وانج عن المركز الاول وتعليه. في نفس الوقت ده كان وانج جايب غو وخلاه يخترق النظام هو كمان علشان يقلل درجته وما يخليهوش ظاهر للكل وكده. الاتنين بينجحوا في الاختراق فعلا وبيوصلوا لقاعده البيانات، بس غو بيقع في غلط والسيستم بيمسكه. الفريق التاني بيتمسك برضه، الانذار بيشتغل والاتنين بيلحقوا نفسهم بالعافيه وما بيغيروش اي حاجه. كنت صبرت احسن يا عم وهتتغير لوحدها، بس ما علينا يعني. المهم بقى الفصيل 59 في الوقت ده بيحطوا وانج وسون قدام عينيهم وبيقرروا يبهدلوهم في اختبار الاوائل اللي هيقام قريب، وشكلها تولع يا صديقي. وبعد مرور فتره من الزمن بيحين اخيرا موعد اختبارات المدارس، والحدث ده بيكون كبير جدا وبيضم كل طلاب البلاد النخبه. في نفس الوقت ده بقى كانت المدرسه دي بتتناقش مع المدرس صبحي على البطوله، بتقول له احنا عندنا طالبين المره دي في اول 10 من الاوائل على الجمهوريه. الموضوع عادي بالنسبه لسون وموهبتها، بس وانج ازاي جاب المركز الاول؟ اكيد في حاجه غلط في الموضوع. صبحي قال لها هو اي نعم مش باين عليه شاطر، بس في الحقيقه ده وراه حكايات، وجو بس هو اللي عارف كل حاجه. المهم بتمر الايام وموعد البطوله بيقترب، يوم عن التاني والصحافه والاعلان بيتناقشوا، وطبعا راحوا يتكلموا مع مدرسه الفصيل 59 وتحديدا مع طالبهم المبدع يانج. بيسالوا الواد ده عن نوايا المدرسه بتاعته في البطوله وايه اللي هم هيعرضوه. الواد بعدها بيستعرض مهاراته الروحيه والسيوف اللي بيقدر يتحكم فيها. الدنيا رايقه، بس المذيعه بتستهزأ بيه علشان ما حصلش على المركز الاول. الواد لما بيسمعها بيتضايق وبيتشتت انتباهه، ونتيجه لكده بيتخبط في دماغه بالسيف بتاعه. بيمثل بعدها انه تمام وما فيهوش اي حاجه. بيقرب على المذيعه كده وبيقول لها الفصيل 59 طول عمره بيطلع الاول في البطوله دي، وطبعا هو اللي هيطلع الاول برضه السنه دي. المذيعه بعدها بتقول له بس انت مش خايف لان اسمه وانج ده يبهدلك ولا يعمل لك اي حاجه كده ولا كده؟ يانج بتكبر عليها كده وبيتعصب. بعدها بيداير وشه وبيقول لها في البطوله هنشوف. وبعدين بيرجع على المسرح وكان واضح على ملامحه انه مش ناوي على خير يا صديقي. في نفس الوقت ده بقى في مدرسه الفصيل 60 كان الثلاث مدرسين دول مجتمعين وبيتناقشوا بيختاروا الخمس تلاميذ اللي هيشاركوا في البطوله. صبحي وجو كانوا اخدوا قرارهم وقرروا ان وانج وصحابه الثلاثه هم اللي هيشاركوا، بس المدرسه كان عندها اعتراض، وده لان وانج ضعيف جدا وجايب درجته بالحظ، وبتسالهم ازاي سمحوا له يشارك. جو بعدها بيمثل عليها كده وبيطلب منها توافق، والمدرسه فعلا بتضعف قدامه وبتوافق، والدنيا عظمه على الاخر. ولكن كان فاضل واحد بس من الخمسه، والمدرسه والكل محتارين مين اللي هيبقى الخامس بتاعهم. بيشوفوا الكلب كده وهو واقف قدامهم وبيقولوا هو ده. اي نعم هو كلب، ولكن الاختبارات ديت بتتحدد بالقوه الروحيه والذكاء وملهاش علاقه بنوعيه الكائن. بالفعل الكلب عمل الاختبار وجاب 5000. ده ايه الحلاوه ديت يا عم الكلب؟ انت بقى في المركز الثاني، وحتى يانج بقى اقل منه. في الوقت ده بقى العيال صحاب يانج بيستهزئوا بيه اكتر، والواد خلاص جاب اخره وعزم على الانتقام من مدرسه الفصيل 60. راح على المديره بتاعته وقال لها على كل الحكايه. قال لها انا عارف ان الشخص اللي هجيبه ده ممكن يعمل مشاكل، بس انا مش هخسر قدام المدرسه الوضيعه ديت. الفصيل 60 لازم يخسر في البطوله. المديره في الوقت ده كانت عارفه خطوره الشخص اللي هيجيبه، ولكن بسبب بعض المشاكل مع المدرسه المنافسه قالت له مش مشكله، بس اهم حاجه ما تعملش مشاكل وتخسر الكلاب دول. فالواد قال لها تمام ما تقلقيش. بعدها المساعده بتاعت يانج بتروح على السجن وبتحرر الشخص ده، وواضح عليه مجرم جدا وبيضرب في اي حد بيقابله، وشكله مش ناوي على خير يا صديقي. الواد ده بقى هو كمان بعد ما بيعرف بالمشاكل بيتحمس جامد وشكله هيكسر الدنيا. في نفس الاثناء ديت صبحي بيعرف التلاميذ الخمسه اللي وقع عليهم الاختيار باللي المفروض هيحصل، وقال لهم لازم يبقى معاكم سيف روحي والا مش هينفع تدخلوا. الكل قالوا له تمام وجابوا سيوفهم معاهم واستعدوا لموعد بدء البطوله. في الوقت ده بقى وانج ما كانش عاوز يشارك في البطوله اساسا، ولكن بعد ما شاف كل صحابه وحماسهم ناحيتها قرروا انه يروح معاهم على امل انه تاني يوم يمثل انه تعبان ولا حاجه ويسيبوه ما ياخدوهوش. بينزل على البيت من تحت علشان يسال ابوه وامه على السيف بتاعه وعلى المكان اللي هم مخبيينه فيه. في الوقت ده بقى كان الاب والام بيتفرجوا على التلفزيون واخر الاخبار الحصريه، وبيتضح ان بعد
فشل امر الظل في قتل سون، فالحكومه والفرقه السحريه اتدخلت واتحدوا مع بعض علشان يمسكوا كل رؤساء الظل ويحبسوهم. وكان بقى المترأس الحالي لكل ده هو جو، واللي بيحقق عن فصيل الظل من فتره، واكتشف حاجات كتير عنهم ساعدته يوصل على المكان ده. المديره بتاعت فصيل الظل في الوقت ده كانت بتراقب كل حاجه ومتعصبه جدا، بتتوعد بعدها لسون وجو بالنهايه القريبه، وشكلها مش ناويه على خير يا كمان يا صديقي. في الوقت ده بقى كان وانج واقف وشايف كل اللي بيحصل واطمن على الاخر. ابوه وامه كمان بقى بيعرفوا مكان السيف بتاعه، والواد بينزل علشان يجيبه، بيدور عليه وسط حاجات قديمه كده، وبيفتح الكرتونه اللي فيها سيف. اخيرا السيف بينور قدامه، شكل السيف ده على هيئه بشري واللي بيصنف اقوى انواع السيوف، ولكن وانج طبعا مش مديله اي اهميه. المهم تاني يوم وانج بيروح على المدرسه والكل بيستهزأ بالسيف بتاعه. ايه يا عم حته العصايه ديت، انت هتقدر تعمل بيها حاجه ولا ايه؟ الكل طبعا كان مغفل ومش عارفين طاقتها، ولكن الكلب كان واخد باله وعرف انه لو لوح بيده بس ممكن يشق الارض النصين. المهم ما علينا يعني. وانج بقى في الوقت ده حاول يمثل عليهم انه تعبان ومش هيقدر يروح على المسابقه، ولكن التمثيل ما جابش معاهم اي نتيجه واخدوه معاهم بالعافيه. ركبوا على الباص ده وجو كان واقف تحته وبيودعهم، بس اللي ما كانش واخد باله منها ان في حد وراهم بيراقبهم. ايوه رئيسة فصيل الظل بنفسها كانت موجوده في العربيه دي وعامله خطه علشان توقع جو تقتله، وطبعا بسبب ان جو مش موجود هي هتستغل الفرصه وتقتل سون في نفس اليوم، وبكده هتضرب عصفورين بحجر واحده. في الاول الرئيسه ديت عملت دميه منها، حطت فيها قنبله مؤقته. القنبله ديت مش هتفرقع غير بعد ما جو يوصل، وخلت الجواسيس اللي تبعها يستدعوا جو فعلا، وقررت تستنى الفرصه علشان تقتل سون هي. الباص بعدها بيطلع والعربيه تطلع وراه، وانج بقى في الوقت ده كان قاعد وحاسس بحاجه مش طبيعيه في السيف بتاعه. السيف بتاعه هو كمان كان كل شويه يظهر، بس وانج بيرجعه بيقول له عم اسكت هتفضحنا. السيف بيفضل يطلع، فوانج اخر لما بيزهق منه بيديله واحد اندومه وبيقول له كله، فالسيف طبعا بيوافق وبيرجع مكانه. بيوصلوا اخيرا لمكان البطوله وبتستقبلهم المديره دي. ايوه الفصيل 59 كانوا واقفين ومستعدين ونيتهم باينه على وشهم. المدرسه بتاعتنا بقى كان باين عليها العداوه مع المديره دي، وشكلي في حاجه حصلت ما بينهم قبل كده يا صديقي. المديره بعدها بتشوف وانج كده وهو واقف وبتحدفه بقوتها علشان تقيس طاقته وتعرف اذا كان يستحق المنصب الاول ولا لا. وانج اول لما هي ضربته مثل عليهم انه تعبان، وطبعا هو كان بيعمل كل ده علشان يخلوه يروح او يستغل الفرصه علشان يهرب منهم او اي حاجه. المديره بقى كانت واقفه ومش فاهمه ايه اللي بيعمله ده، وبتقول على فكره الواد ده شاطر في التمثيل قوي. المدرسه بتاعتنا قالت لها انت عملتي فيه ايه؟ هو ليه بيتلوى من الوجع كده؟ المديره قالت لها والله ما عملت حاجه، ده انا كنت بقيس طاقته مش اكتر. في نفس الاثناء دي كانت المغتاله هي كمان واقفه وراهم بالعربيه ناويه تقتلهم كلهم وتخلص على سون بالذات. وانج بقى كان مكمل تمثيله ومش عارف ايه اللي بيحصل، ولكن اللفافه اللي على رقبته قربت تفك. السيف بتاعه بيحذره والعيال مش هتلحق تعمل حاجه، جزء صغير من طاقته بيتسرب وهوبا ده ايه العظمه ديت. الواد طاقته عاليه جدا وكسرت كل اللي حواليه. المغتاله والكل بيتصدموا وما بيعرفوش كميه الطاقه ديت جايه منين، بيفكروا ان في ساحر قوي هنا وبيقرروا يحاولوا يقتلوا سون في وقت تاني. وبكده عمليه الاغتيال فشلت للمره الثانيه. ازيدك من الشعر بيت، جو هو كمان ما كانتش القنبله اثرت فيه وكان قدر ان هو يوقفها في اخر لحظه. ده ايه العظمه ديت، ده شكل فصيل الظل ده محتاج يخطط اكتر من كده.